يا هلا والله، مساء الخير. ايش حالكم؟ مصدومين صح؟ تفضل. عندي ابو علي بنسوي فقره العطور في الليل. نعم. خلكم ويانا خل... اليوم عاد مع ابو علي بنسوي انبوكسنج. شحنه جتنا من الكويت، واحد من اشهر بوتيكات العطور النيش في الكويت اللي هو ايرماين. فخلونا نشوف شو اللي داخل. يلا ابو علي، عندك الترتيب. وهذا البوكس. انت تعرف شو العطر؟ والله هم قايلين لي بنطرش لك عطر جديد، فخلونا نشوف شو هو اللي واصل. اللي هو بواء امبريال النسخه الجديده الكوليكتر اديشن، النسخه السوداء. بنقارن بين النسخ السابقه ونشوف. طبعا كلكم تعرفون هذا يعتبر واحد من اشهر العطور اللي نزلت في اخر كم من سنه. عطر نيش مكسر الدنيا، ولكن طبعا بسعر اقتصادي. العطر هذا نزل نسخه الايدي بارفام في سنه 2018 2019. بعد ما فتره تغيرت الفورمولا، الناس احتجوا. السنه الماضيه نزلت نسخه الاكستريت ب 30 ملي بعد. وعندك نسخة الكوليكتر اديشن نزلت، يقولون انها تحاكي النسخة السابقة، يمكن قبل هذه عندي. زين ابو علي، الحين تشرفنا انك تبطل العطر. والله الشرف لي يا وبعدها بنقارن شو اللي يعجبني في البراند هذا انه ما يتعبون نفسهم في الباكجينج. ايوه، لان في النهايه انت بتعب. يعني احنا صح حاطين كراتين عطور فوق، لكن في نهاية الموضوع يوم ندور سبيس نصير نعقل كرتون. زين. هنا كيف تبطل هذا؟ بس ادفره كذي وخلاص. خلصت الطابع. طاحت الحيه. طبعا الغرشة نفس ما تشوفون هي ولكن جاية بلون اسود مدرج من تحت، والاستيكر اسود، ونفس الكلام اللي موجود في استيكر بواء امبريال الاساسي، النسخة الاساسية. طبعا ابو علي، انت كان عندك بواء امبريال قبل؟ نعم. تتذكر كيف الريحة، وقلت لي بعد فترة مليت منها. ايوه. خلنا نشوف النسخة الجديدة هاي كيف تقييمك لها. ما بعلق. نجرب النسخة الجديدة. يلا عشان بعد مرة واحدة نقول المقارنة. هذا النسخة القديمة. ومرة واحدة بنرش الاكستريت عشان تكون المقارنة يعني حر بحر. شو الانطباع ابو علي عن النسخة الجديدة؟ والله حسيت فرق؟ اول شيء اول ما رشيته حسيت بفرق، بس يوم يهدى العطر بعد فترة، يعني من رشينا العطور الثلاثة تحس انهن يهدن على نفس القاعدة. ايوه. بس يعني انا بقول لكم شو اللي حسيته. صار يعني انا من وجهة نظري كنت جالس اقول حق ابو علي ان الافتتاحية في النسخة الجديدة اللي هي الكوليكتر اديشن افتتاحية حادة شوية. ايوه. واضحة. تحس فيها حمضية مع ريحة الفلفل. ايوه، الجريب فروت فيه واضح. واضح، نعم. وبعدها تبدأ تطلع ريحة الريحان اللي معروف فيها بواء امبريال، وبعدين من تهدى الريحة تهدى على ريحة الأخشاب اللي هي مشهور فيها كوينتون مش. النسخة هذه يمكن تقريبا ثاني إصدار. النسخة الريفل هي نفس النسخة اللي كانت عند أبو علي، وهاي النسخة اللي كان أدائها شوية أقل من النسخة السابقة. كان ممل الصراحة العطر. تحس إنه ما في تقلبات وأداء ضعيف. ايوه. ولكن بعدها يابوا الاكستريت عطر رسمي بزيادة. لا هذا جميل جدا. جميل، وتحس إنه في تاتش عود، ولكن ما مو مذاكرين، لكن الريحة الخشبية فيه حادة بزيادة. أيوة. الخلاصة السريعة ان كوليكتر اديشن يمكن نسخة احتفالية بمرور 5 سنين من اصدار العطر. ايوه. ولكن لا جديد، فاللي ما حصلها لا ترتبك، لا تخاف. نعم. ما فاتك الكثير، روح اصبغ الغرشة اللي عندك وارتاح. تقول شيء ثاني ابو علي؟
اتمنى انه مش عشان العطر جديد يكون فريش، يعني لو يتم شيء في فرق بس مش الفرق الكبير. لو كان لك الخيار بتشتري؟ اذا طرى علي بوان بريال مره ثانيه هي عاد ما ندري هو ليمتد اديشن ولا بيكون متوفر بكميات، ولكن الغرشة حلوة كديكور في المكتبة. صح. فشكرا جزيلا على متابعتكم، يا هلا على خير. ونشكر بوتيك إرماين على انهم يعني طرشوا لنا العطر هذا اول ما وصل. شكرا جزيلا. ما في الكويت، وفي بعد باكج ثاني من عندهم ان شاء الله بنفتحه وبنتكلم عنه في يوم ثاني.